السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. اذا تعرفنا على زوج مباريات اللي اتمينا بهم 16 جوله في بطوله تونس. مباريات متاخره، الترجي ينتصر في تطاوين هدفين مقابل صفر، والسي اس اس على ميدانه ينتصر على مستقبل جابس هدف مقابل صفر. قبل ما ندخلوا في الامور الفنيه خاصه في مباراه الترجي، نتمنوا الشفاء العاجل لكل اللاعبين اللي اصيبوا. لاعب اتحاد تطاوين بطبيعه الحال محمد علي، وحارس الدبشي مع بوزيان مدافع الترجي، ان شاء الله الكل تكون اصاباتهم خفيفه لا اكثر لا اقل. بالنسبه لمباراه السي اس اس ومستقبل جابس، الحقيقه ما تفرجتش على اللقاء، ولكن انتصار مهم للسي اس اس، انتصار يرجع نوعا من المعنويات، مصالحه مع الجماهير خاصه بعد خساره الكلاسيكو امام النجم. مستقبل جابس كان المفروض يعني انه يستغل على الاقل الزياده العدديه مع البطاقه الحمراء في صفوف السي اس اس، ولكن هذا ما صارش. على كل هذه اهم حاجه ربما، والزوز فرق هذوما موجودين في اللي نسميه انا تو المجموعه الثانيه من البطوله، لانه بعد الجوله 16 تقريبا ولا فما زوج مجموعات في بطوله تونس، مجموعه من اجل التتويج ومجموعه ثانيه من اجل ربما تحسين ترتيب، ربما تفادي نزول الى اخره. هذا كل باش نحاول نشوفوه مع بعض. باش نبقى بالنسبه لمباراه الترجي وتطاوين، باش نحاول نحكي اولا على انه فوز الترجي اليوم خلى الترجي يوصل للمركز الثاني، يعني الملعب التونسي 34 نقطه كاول، ترجي ثاني 33 مع النادي الافريقي 33 واتحاد المنستيري ايضا بنفس عدد النقاط 33 نقطه، اقل منه بنقطه ترجي جوجيس ب 32 نقطة، والنجم الساحلي اللي عامل يعني مباريات متتالية، انتصارات نتائج ممتازة وراجع بقوة، هو أيضا 30 نقطة في مركز السادس. ولهنا تقريبا هذا السداسي اللي توا ممنوع الهزيمة في المباريات المقبلة، وبالتالي المنافسة باش تكون بين السداسي هذا من أجل بطولة تونس. ونتمنى نشوفوا يعني مواجهات كبيرة، ونتمنى نشوفوا منافسة قوية إلى آخر الجولات، وكما نقولوا كو لو ميور غاني على فان، يعني نتمناو إنه الأفضل هو اللي يفوز بالبطولة بطبيعة الحال. بقية الأندية من نادي غادي الصفاقسي اللي عنده الان 21 نقطه وصولا الى 7 نقاط نتاع تطاوين، هذه تحسها كاني مجموعه ثانيه اصبحت نتاع تفادي نزول او ربما تحسين ترتيب لا اكثر لا اقل. نرجع للقاء اليوم نقول انه بالنسبه للترجي التونسي اليوم بدا بيلعب كالعاده بالاربعه 3 بطبيعه الحال. شفنا اليوم نزول مكوينا مكان البليلي اللي هو غايب بطبيعه الحال كما نعرفوا، شفنا الدبشي حارس مرمى مكان مميش اللي هو ايضا عنده بطاقات صفراء. ما خالف ذلك تقريبا شفنا محور الميدان او محور الدفاع هو نفسه اليوم، توغاي وجلاسي مع بوزيان ومع بن حميده اللي كان على الجهه اليسار، وثلاثي الوسط تقريبا الثلاثي اللي المدرب مقتنع به سواء كان في الافريق والان اصبح يستعمل في بطوله تونس، او لو كوناتي واتقا مع بطبيعه الحال الجبري كقلب هجوم مع قسيم عشا، وعلى الجهه اليمين وعلى الجهه اليسار مكوينا. وشفنا يعني تقريبا الترجي منذ البدايه كان هو المسيطر. الترجي الملاحظات كما نقولوا احنا باش ما نطولش الفيديو كما قلت اكثر من اللازم، انه لعبه الترجي كانت مبنيه على لعب جماعي في الجهه اليسار جهه مكوينا اللي كان معاه كوناتي، واللي كان ايضا تقا يقرب لهم مع بن حميده مع الجبري مع اولو كان في الخلف، فكنا نشوفوا يعني زياده عدديه كبيره في الجهه اليسار، واللاعب كان جماعي اكثر من شيء اخر. الجهه اليمين على عكس ذلك قسيم عشا كانت جهه اكثر فرديه، وكان فيها الهجمه تمشي بسرعه، بمعنى قسيم عشا لما ياخذ الكره مباشره يحب يمشي يلعب لقدام، يحب ياخذ الكره دائما وابدا. اللاعب هذا يحب يلعب لعب نوعا ما فردي، واكثر ما شفنا ربما لمسه ومن بعد لمسه ثانيه تكون هي يعني التوزيعه او التسديد على المرمى، وبالتالي ما كانش فما لاعب جماعي، كان اكثر منه لاعب فردي. هذا شفناه. الجهه اليسار كما قلت لاعب جماعي جدا، خاصه مكوينا حركيه ممتازه. اليوم مكوينا عمل مباراه ممتازه جدا، اللاعب لعب يعني كلاعب رواق ايسر، من بعد في وقت معين في الشوط الثاني لما نزل محمد الموحلي لعب كرواق ايمن، وفي اخر المباراه بعد ما المدرب غير من الرسم التكتيكي نتاعو ولا يلعب حتى كقلب هجوم، وفي كل تقريبا المراكز لعب فيها اللاعب كان ممتاز. ونتصور هو اليوم يعني كان من افضل اللاعبين، وخلينا يكون افضل لاعب على الميدان، واعطى برشا حلول للترجي. كما قلت اذا طريقه لعب الترجي كانت بالطريقه ذي. تطاوين كان يدافع على اكثر لا اقل، شفنا الاصابات كما قلت 20 دقيقه لعب الترجي تلقى روحها حارس مرمى النخبه هو الحارس الاساسي في الترجي، وبالتالي كنت نتوقع انه تطاوين باش تحاول على الاقل تقرب المناطق الترجي، وتحاول اني علاش لا تقلق الحارس هذا بتسديدات، تحاول تكون تسديدات مؤثره وغيره، لعل وعسى يعني الحارس اول مباراه فما ضغوطات معينه وغيره نقص خبره، كان ممكن تستغل العوامل هذوما. ولكن اقوى حاجه في الترجي، خلينا نقول اقوى حاجه في الترجي اليوم، رغم اني حكيت كما حكينا تو على التنويع والحركيه والجهه اليسار جماعيه والجهه اليمين كانت اكثر فرديه، لكن اقوى نقطه اللي انا شفتها في الترجي اليوم، انا
نعرفش يعني اذا توافقوني او لا، تخلوني في التعليق بطبيعه الحال، هو انه الترجي قدر وانه يخلي المباراه تلعب في نصف ميدان تطاوين، بمعنى انه الضغط العكسي عند خساره الكره كان يسير بشكل ممتاز جدا، وما خلاش تطاوين تقدر توصل حتى لمناطق الترجي باش تهدد هذا الحارس الشاب الحارس مختار. ولهنا ربما خليني نعطي اضافه ونقول انه لهنا مكوينا كان مهم جدا، لانه الترجي في خساره الكره خاصه لانه اللعبه كانت مبنيه اكثر كما قلنا على الجهه اليسار، هي الجهه الجماعيه، وكان فيها زياده عدديه، حتى انه كما قلت يعني حتى تلقاه في اكثر من مره يمشي ويكون تقريبا قريب الكوناتي في المنطقه هذيك، انه مكوينه اول ما تخسر الترجي الكره كما نشوفوا كوناتي يضغط مباشره على حامل الكره ايضا، وهذا ممتاز جدا. مكوينه ما كانش يعني اللاعب اللي يبقى يعني فقط يشاهد، بل كان يضغط مباشره هو ايضا مع الجبري، كان يضغط معاهم، ولهنا وراهم تلقى كوناتي وحتى وجود اولو مع كما قلت كان قريب لهم ايضا اللاعب يعني بن حميده. لهنا اصبح الضغط ممتاز جدا، او ضغط عكسي خلينا نقولوا ممتاز على حامل الكره، على اللاعبين اللي ممكن تخرج عليهم الكره من اجل ايجاد مساحات، لانه تطاوين كان المفروض فقط انه لما يسترجع الكره في الجهه هذيك جهه الدفاع نتاعو على اليمين، كان المفروض يبحث على حلول في الجهه اليسار مباشره وفما المساحات، ولكن ما قدرش يخرج بالكرات، واصبح يشتت الكرات خارج الميدان او يرجعها لدفاع الترجي بفضل الضغط العكسي اللي كان منظم بطريقه ممتازه في الترجي، وما خلاش الكره توصل لمناطقه اصلا. هذه ممكن افضل نقطه شفتها انا. ومن بعد بالطبيعه شفنا الهدف جاء من كره ثابته، الهدف الاول يعني، وشفنا الترجي في الكرات الثابته تقريبا تحسن خاصه في الركنيات، شفنا يعني فرص بالتالي، وبعد جاء هدف بن حميده اللي الكره تلعبت على البوتو الاول، صار ديفياسيون يظلم المدافع، وبعدين بن حميده كان لوحده وسجل الهدف، وهذا امر اعطى الاريحيه للترجي. الهدف الثاني اللي جاء كما كنت نحكي توا، الكره توصل للاعب قسيم عشا اللي هو يدخل دائما وابدا في اللاكس ويحب ياخذ الكره معاه، ولهنا قسيم عشا لاعب عنده امكانيات ممتازه، ولكن انا فقط نقول اللاعب لازم يحسن حاجه واحده، لو يقدر يحسنها نتصور انه يكون له شأن كبير برشا في كرة القدم، وهو انه اللاعب لازم يحسن من كما نقولوا احنا سكانير يقوم بها او اخذ المعلومات قبل ما تجي الكرة، مش والكرة في ساقيه، لانه في اكثر من كرة الشوط الاول والثاني كان المفروض يلعب بلمسة واحدة مع اللاعب اللي عنده المساحة او اللاعب اللي يكون يعني متجه لاتجاه اللعب، لكن هو لا، دائما وابدا اللمسة الاولى نتاعو تكون من اجل يعني انه يقاردي لابال معناتها يستحفظ على الكره عنده هو، وفي بعض الحالات يلقى روحه في وضعيه ماهيش كونفورتابل، يعني وضعيه سيئه للغايه، محاصر وتخسر الترجي بعض الفرص، وبعض الاحيان يضيع التوقيت المناسب باش يلعب كره مع الزملاء. هذه فقط لو يحسن النقطه هذه، بمعنى تكون عنده المعلومات هل انه الكره لابد انه يروضها او يلعبها لمسه واحده، واذا مش يقوم بالترويض اي جهه، الجهه اللي ما فيهاش يعني منافسين، لهنا اللاعب قادر يتطور بشكل كبير. فهذه نصيحه فقط يعني للاعب هذا اذا يحب يوصل لمستوى عالي، ياخذ كره الذكاء نتاع اللاعب يقص تراجكتوار نتاع المدافع، وهنا يلقى روحه، يلقى المساحه والاريحيه، تسديده ممتازه من ناحيه الدقه ومن ناحيه القوه. الحارس تالق فيها حارس تطاوين اللي اليوم عندها مباراه كبيره رغم انه قبل زوج اهداف، يلمس الكره تضرب في البوتو ترجع قدام الجبري الحقيقه برودة دب كبيره بصنعه كبيره، يعمل فاند فراب الاولى ثم فراب الثانيه ويحط الكره في الفيلي، وبالتالي الترجي خذ الاسبقيه. وكنا نستنوا شو مش يصير في الشوط الثاني. الشوط الثاني اللي تعامل مع الترجي ايضا بطريقه ممتازه جدا، وهي انه حاول انه كما قلت انا من اول يعني، واهم نقطه ايضا انه الترجي عمل المباراه اللي لازم يعملها، بمعنى لازم يعملها يعني الترجي اليوم خلينا نقولوا انتصر، وهذا امر ممتاز جدا. النتائج الترجي اول حاجه بعد انتصار اليوم صفى ايضا النقاط الصفراء كما البليلي ومميش يرجعوا من المباريات المقبله يكونوا موجودين. اهم حاجه ممكن انه الترجي ايضا انتصر وباقل مجهود، يعني كما شفنا الترجي اليوم وكانه في ماتش دابليكاسيون، بمعنى عرف كيفاش يسيطر على اللقاء، على مستوى اللقاء ما خلاش المستوى يرتقي مستوى عالي جدا باش الفريق ما يحطش يعني مجهود بدني كبير برشا، وهذه نقطه مهمه جدا وتحسب للترجي، خاصه المباريات المتاخره تجيك وسط الاسبوع تعرف تتعامل معها مع حاله الطقس والسخانه ونعرفوا الناس كلها تالي المباريات نجم ياثر، والصفر نتاع الترجي خاصه في الافريق وغيره، وبالتالي التعامل كان ممتاز للغايه. هذه هي تقريبا يعني اهم النقاط. الشوط الثاني كما قلنا الترجي استحوذ على النتيجه، استحفظ، حاول يسيطر على الكره، شفنا نزول اللاعب محمد موحلي اللي اليوم مخالفه على القائم، فرصه اخرى في الدوزيام بوتو راسيه على القائم وغيره، اللاعب تخلى عنده ثقه في نفسه وياخذ في كره يحب يمشي، نشوفوا الشوطه اللي شاطها المخالفه، ولا حتى فما كره قبلها تسديده يعني عملت ضربه في الديفونسير وخرجت يعني ركنيه، نشوفوا انه نوعيه الكاليتي نتاع التسديد والكاليتي نتاع التصرف الفني اللي نوعا ما فيه تكوين متميز. يعني اللاعب نستنى ونشوفوا مباراة اقوى، ولكن اللاعب ده بدايه واعطى انطباع متميز. المدرب كما قلنا حاول يعني بغير بعض اللاعبين، اراح بعض اللاعبين، هذا امر ممتاز ايضا. تغيير الرسم التكتيكي في وقت معين، تعدى يلعب حتى ب3-6-1 اللي تمشي ل3-4-3
بخروج بصعود بوشنيبه على الطرف وبصعود محمد موحلي على الطرف الاخر. في الحاله الدفاعيه يرجع 5-4-1 ومخلي دائما وابدا كما قلت مكوينا اللي تعدى من لعب اكثر من مركز كقلب هجوم. والترجي عمل اللي لازم يعملوا اليوم تقريبا، فماش حاجه كبيره يعني نجموا نضيفوها. عمل المباراه لازم تعمل، ربح المباراه باقل مجهود، رجع للمنافسه بجديه على البطوله، كل شيء ايجابي في مباراه اليوم للترجي حسب رايي انا، فماش حاجه كبيره نجم نضيفها. اللي عنده اي حاجه يحب يخليها لنا في تعليق سواء كان فني او راي ربما يكون هرب علينا نوعا ما لكثره النقاط في مباراه اليوم، ما فما حتى مشكله، ينجم يعني يخلي لي التعليق وحنا نتفاعلوا مع بعضنا ان شاء الله. اختلافنا في الاسلوب قضيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.